ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون عباره عن مشترياتي من شي ان الجزء التاني. اولا وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو النهارده هيكون الجزء بقى التاني من مشترياتي بتاعت شي ان، اللي هي الاكسسوارز والشوز وكده. هوريكم الحاجات اللي انا جبتها. الفيديو متاخر شويه بس معلش، هوريكم كل حاجه جبتها. انا بحب النوع ده من الفيديوهات جدا، يا رب يكون بيعجبكم وتتبسطوا فيه. بس لو حابين تكملوا الفيديو وتشوفوا انا جبت ايه فكملوا معايا الفيديو للاخر. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا لي فولو على الانستجرام، عشان كل الحاجات دي بعمل لها تنسيقات عليه. وكمان هسيب لكم لينكات كل القطع في الديسكريبشن بوكس، والبيج اللي انا بجيب منها في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا النهارده. انا هوريكم الحاجات اللي جبتها، بس الستايلينج هبقى اعمله في فيديو تاني هوريهولكوا هنا في الجزء ده. هسيب لكم الصوره على الموقع والصوره وانا لابساها، او لو ما عرفتش هعمل لكم فيديو بالستايلينج دوت واسيبه على الانستجرام، فما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام. وتالت نقطه ان الحاجات دي كلها جبت هسيب لكم اللينكات بتاعتها تحت، فمش عارفه هتكون موجوده لسه ولا لا، لان هي من شهر 12. واخر حاجه عايزه اقول لكم البيج القمر اللي انا بجيب منها، بجد عايزه اقول لكم على البيج ديت، اقول لكم الشعر فيها. البيج ديت جميله جدا للدولار، بتجيب الحاجه بالكواليتي زي ما هي، ما بتكونش فيها اي مشكله، بجد الحاجه بتيجي في ميعادها. سعرها رخيص، المعامله بتاعتهم ذوق جدا، محترمين جدا. بيقولوا لك الاسعار الحاجه بالجمارك بتاعتها وكل حاجه. لو احنا مش عارفين نجيب الحاجه من شي ان على طول عشان الجمارك بتبقى غاليه جدا، بنبعت لهم لينك بتاع القطعه اللي احنا عايزينها، هم بيقولوا لك السعر كام، بتحوليها العمله بالريال السعودي وتضربيه في الرقم اللي هم هيقولوا عليه، وتشوفي سعرها كله كتوتال هيبقى كام. اوكي طيب، عشان ما اطولش سوري على ان انا رغيت كتير، ويلا نبدا الفيديو بسرعه. اول حاجه جبتها يعتبر هي دي القطعه الوحيده اللي في اللبس اللي انا جبتها، البلطو القمر ده. انا هسيب لكم الصوره هنا، ده سيبكم من اللي تحت، يعني انا حطاها كده. ده البلطو، اوكي، هو طويل كده، وده الحزام بتاعه. البلطو او الكوت دوت بجد فظيع فظيع. هسيب لكم الصوره بتاعته هنا. عايزه اقول لكم ان انا شفته في زارا ب2000 جنيه. البلطو ده تقريبا كان ب600 500 حاجه زي كده، انا مش فاكره سعره قوي. بس اولا الخامه بتاعته بصوا، لونه تحفه. انا جبت اللون ده مش عارفه ليه، انا لابسه واحد اهوت احمر، بس ده يعني جايباه من هنا. بس دوت بجد شيك جدا جدا جدا. ممكن تلبسيه مفتوح، ممكن تلبسيه مقفول، تلبسيه على بنطلون، تلبسيه على جيبه، تلبسيه على دريس. بجد شكله تحفه قوي قوي، عامل كده الستايل بتاعه اليجنت قوي قوي وكيوت. بصوا يعني شياكه شياكه، شيك جدا، انيق كده. جبت اللون الجملي عشان يكون لايق على كذا حاجه، ويكون الستايلنج بتاعه اسهل شويه، وانا بحب اللون البيج دوت. الخامه بتاعته حلوه قوي قوي قوي، بيدفي جدا. الحزام ممكن تربطيه، ممكن تسيبيه مفتوح، بيدي شكل حلو قوي للجسم، بيبقى عامل زي اللبس السوري كده. بجد اغرمت بيه وعجبني جدا جدا، وجاي بصوا ولا غلطه ولا غلطه بجد. وقعدت ادور على الحزام بتاعه اول ما جه، وقعدت اقول ايه الغباء ده، وما ازاي ما يجيبوش الحزام بتاعه. وبصراحه لقيت الحزام، كنت غبيه مش شايفاه، بس هو بجد تحفه تحفه تحفه. ياخد 100 و1000 من 10 على الخامه والكواليتي، وعلى انه خفيف مش مكلكع وبيدفي. بجد عجبني جدا جدا جدا. اوكي نيجي للحاجات التانية. بصوا السربرايز، البوت ده انا لبسته. بصوا اتطرب قوي، متضايقه قوي. ده اصلا عايز عربيه يعني، مش عايز كده. بصوا الشياكه والاناقه وكل حاجه جميله. بصوا حلو ازاي، جميل جدا جدا، تحفه قوي. الشراشيب اللي فيه دي بجد كان كل شويه يخلص، كل شويه يخلص على الموقع، لحد ما قفشته في مره وجبته. اولا الخامه بتاعته جميله جدا، لونه اللون الجملي الحلو قوي. الشراشيب ديت عجباني فيه جدا جدا جدا. سعره مش غالي خالص. المقاس بتاعه حلو، المقاس بتاعه عشان تجيبوه مظبوط
هو مقاس 37 عشان تجيبوه مظبوط. هو بتقيسوا رجليكوا الطول والعرض بتاعها، وبتشوفوا دوت في المقاسات علشان تجيبوا الحاجه مظبوطه. بتشوفوا المقاس، مثلا انتوا اخترتوا 37، ممكن 37 ده يبقى مش مقاسكوا اصلا. يعني ممكن انت متعوده تلبسي 37، فتيجي تختاري 37 تلاقي مقاسات الطول والعرض مش هي، فلازم تقارني بمقاس الطول والعرض. طيب دي نقطه. النقطه التانية ان انتي ممكن مش فاكره، بس او تشوفي الريفيو. ممكن الحاجه انت جايباها عجباكي وتيجي تشوفيها في الحقيقه تلاقيها لا، فتشوفي الريفيو قايلين ايه عليها. بس ده شياكه شياكه بجد اهو، تحفه، جميل جدا جدا، عجبني قوي قوي. تعالى اوريكم اصلا الحاجه. حاجات كلها جوه هنا، فانا هطلع معاكم الحاجه من هنا عليها عود في الارض بصراحه. يعني الشنطه ديت، بصوا اصلا، بصوا شي ان بتبهرني بجد بالباكجينج بتاعها، بالتغليف الحاجه بتاعتها، بجد بتبهرني. بحب قوي الباكجينج بتاع شي ان. بصوا الجمال. الشنطه جايه جوه ايه؟ دي شنطه بصوا بقى الشياكه بقى. بصوا الجمال، بصوا الجمال ديت. انا اشتريتها بجد، كنت هموت واجيبها. الشنطه دي حرفيا انا كانت اوت اوف سيل، اوت اوف ستوك، كل شيء اوت اوف ستوك. لحد انا كنت عايزه اجيبها مع البوت، اوكي، وخلاص يعني الشتاء هيخلص وانا ملبسش اي، يعني جايين في اخر الشتاء. فانا ما صدقتش ان انا لقيتها اساسا. كانت، بصوا الشراشيب ديت انا جايباها عشان تبقى مع الشراشيب التانية. كانت جميله جدا جدا. اولا انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه فيها. بصوا الجمال واللون، وكان في منها اشكال كتيره قوي بس اللون بتاعهم كان اغمق. انا كنت عايزه اللون الجمالي دوت. بصوا من جوه عامله ازاي. من جوه كبيره جدا جدا، وفيها سوسته اصلا من جوه اهي. بصوا دوت بقى الايد بتاعها عباره عن حزام ومربوط كده اهي. الايد بتاعتها عامله ازاي، حلوه قوي قوي بجد، جميله جدا. هقول باكجينج ولا هقول سعر ولا هقول لون ولا الخامه ولا الحجم بتاعها، بجد بيرفكت، ما فيهاش غلطه. ديت اديها 1000 من 10 اعتقد. يعني ما شفتش حاجه بالستايل دوت ولا بالجمال ده. بصوا بقى، والله العظيم انا ما عارفه اقول ايه. انا مبهوره الاوردر المره دي، مبهوره بيه ان انا جبته، ومبهوره بالحاجات بجد. يعني اشكال الحاجه بجد موفقه فيها وتحفه، بعيدا عن اللي عمال يدق تحت ده. البوت ده خطير خطير خطير. عارفين انتوا اغنيه خطير؟ حاسه اني بطير. البوت ده، انتوا عارفين ان انا انيقه وبحب الشياكه والاناقه. والبوت الابيض ده، بصوا بقى دوت. بصوا يعني الكعب مناسب جدا، الخامه، اللون، اللي مش متعب بجد. البوت اللي انا لبسته دوت اللي هو بشراشيب ده اللي انا لسه موريها لكم، عايزه اقول لكم مش متعب خالص خالص، ما تعبتش خالص وانا لابساه بجد. مش حاسه ان انا لابسه حاجه مع ان كعبه عالي جدا دوت. برضو بصوا اصلا بيجوا حاطين ايه من جوه فيه عشان يبقى مش متني ولا يبوظ كده. بصوا اصلا. وده برضو مقاسي ده 38، ده مش 37. انا اصلا مقاس 37 بس ده 38. انا كنت عايزه يبقى عندي بوت ابيض شكله شيك وحلو بصراحه، ما لقيتش غير ده شكله تحفه عندهم. وبرده السعر مش غالي، وبحب اصلا يبقى هو كده من تحت جدا. وبعدين بحب الحاجه اللي تبوظ من قدام، لان هعمل لكم فيديو عن التريكس للبنات القصيره عشان يبانوا شكلهم اشيك واطول. المهم اللي بيبقى بوظ من قدام ده بيبان البنت اطول. ف بيرفكت دوت برضو جميل جدا. ويعني يعني صغنطط كده، مش كبير ومش صغير. والخامه بتاعته حلوه قوي قوي بجد يعني. والكعب بتاعه مناسب، مش عالي قوي بجد. كل حاجه فيه جميله جدا. يعني ده اديله 10 من 10. بصوا بقى، انا والله ما عارفه كل حاجه احلى من اللي قبلها. بصوا بقى الشنطه الشياكه دي والاناقه دي اهي. ماشي، الايد دي كانت جايه جوه، انا لسه اول مره البسها النهارده. بصوا هي زغنططه كده، وكانت ب100 وحاجه تقريبا. والدراع بتاعها احلى حاجه فيها، واللون بتاعها سيموني، اوكي. ودي كانت جايه جواها، بصوا
انا مش عارفه اوريها لكم بس عشان جواها حاجات. المهم ان هي عاديه خالص، مش مبهره ولا اي حاجه ولا جامده يعني، بس هي جامده من بره يعني، ناشفه من بره. اللون بتاعها عاجبني، الحزام بتاعها عاجبني، التقفيل بتاعها عاجبني. وعلى قد سعرها يعني، هي مش غاليه خالص، هي سعرها 100 وحاجه بقول لكم. بجد حلوه قوي، عجباني، كيوت كده ولونها جميل. واحلى حاجه فيها الحزام، يعني هي الحزام اللي بتاع شيئين كان نفسي اجربه. فجبت الجينز دوت، هسيب لكم صورته هنا اهو. البنطلون ده هو حلو قوي، اوكي اهو وكل حاجه، واللون بتاعه انا حابه اللون ده والدرجه ديت، اوكي جميله قوي وكل حاجه. انا حابه الدرجه دي وحابه اللون دوت، بس ليه قصه معايا البنطلون ده. البنطلون ده انا طبعا بنشوف المقاسات وبنقيس مقاساتنا وبنجيب المقاسات، فانا جبته مقاس ميديم لان انا لقيت ان مقاساتي مش جايه على سمول. فلما جبته لقيته ان هو واسع، ماشي واسع لحد الرجل من تحت، وهو على البنت كان المفروض مسك على رجليها، فلقيته واسع على رجلي من تحت كمان. فجيت ظبطته يعني، جيت المفروض يتظبط، فللاسف انا المفروض كنت جبت فيه سمول، يعني انا اصلا مقاسي صغير، فاتغبيت ورحت استنصحت وقلت لا، لما يطلع واسع احسن ما يطلع صغير. بس كان المفروض اجيبه سمول، لان لما جبته ميديوم طلع واسع فيا، حتى واسع في رجلي من تحت، فالمفروض يتجاب سمول. يعني انا وزني 50 كيلو وطولي 158 157 في الحدود دي، لو انتي وزنك وطولك قدي فهاتي السمول. الشياكه والاناقه بقى، هو بعيدا عن ان انا مش عارفه هما جايبين الحاجه في اكياس كده علشان خاطر الجمارك، كانوا يعني يشتروها. دوت انا مش عارفه هلبسه فين اساسا، انا جبته كده هو كان عاجبني جدا جدا الصندل دوت، اوكي. وكان في منه الاسود، الاسود طبعا تحفه تحفه مع مونيكير احمر بقى يبقى فظيع. بس انا جبت السيلفر، عاجبني قوي الكعب بتاعه. اولا الكعب بتاعه تحفه، عايز بجد مناسبه او سهره. الصندل نفسه حلو قوي وستراس وكل حاجه، تحس ان هو بمليون جنيه كده و100,000 جنيه، وهو اصلا مش غالي. فتعالوا نشوف الصندل دوت، هوريكم الصندل ده شياكه. انا بصراحه متعرفوش انا بتعب قد ايه في ان انا اشيل الحاجه وادخل الحاجه واحط الحاجه واطبق الحاجه، وانا منظمه بطريقه غبيه، يعني مش منظمه زي الناس العاديه، انا منظمه وغباء لدرجه بتتعبني انا شخصيا. فالموضوع مجهد جدا. فلو لسه بتشوفوا الفيديو انزلوا اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واعملوا لي فولو على الانستجرام، على الانستجرام اهو. بصوا 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 التفاصيل بتاعته حلوة قوي بجد. بصوا هو كده اهو ماشي، وده الكعب بتاعه، فحلو قوي قوي. مقاسه 36 عشان البتاع ده اللي كان من قدام كان واسع فيا، فجبته مقاسه 36 يعني عشان يبقى ميل. الكوتشي انا مش عارفه الطرحه كل شويه ترجع لورا دي. الكوتش الابيض ده لازم يبقى عندي كوتش ابيض، بعشق حاجه اسمها الكوتش الابيض، وللاسف بيبوظوا وبيتمرمطوا. شايفين الكوتش، شايفين الابيض ده بيتمرمط بجد، بيبقى اسود مش ابيض. بس انا حبيت اجيبه يبقى كده، يبقى عالي. هو ضخم قوي ماشي، ومقاسي 37. بصوا هو من جوه حلو ازاي، وبيحطوا ايه من جوه فيه علشان شياكه. بصوا هو ضخم كبير كده بجد، حلو قوي 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 قوي. والكوتشات بتاعتهم حلوه والخامه بتاعتهم حلوه قوي. الشنطه دي كانت عجباني قوي عشان عليها فراشه شكلها امور قوي. هي شنطه قماش بيضه اهي، كنت عايزه اجيبها قوي عشان البحر. بصوا اهي، بصوا الجمال، بصوا الرقه، هي ما فيهاش حاجه غير كده، بس جميله قوي عجباني قوي قوي. بس وهي من جوه كده، فكنت عايزه اجيبها قوي بقالي فتره. عايزه اجيب حاجه. الجزمه دي طالعه ترند قوي، كل البلوجرز تقريبا جابوها ولبسوها، انا الوحيده تقريبا اللي في مصر اللي ما جبتهاش. اولا لونها، انا جبت السيلفر حلوه قوي. ثانيا بصوا الشيك بطريقه غبيه جدا، حلوه قوي قوي. هي شفافه، دي الجزمه الشفافه كله لبسها وكله جابها. الجزمه الشفافه ديت عايزه اقول لكم فيها الاستراس اللي من قدام دوت. الكعب بتاعها حلو جدا،
بتشيك اي لبس حرفيا، بتليق على اي حاجه فعلا، بتخلي اللبس في حته تانية خالص خالص. ممكن تلبسيها على بليزر وبنطلون رسمي كلاسيك لو انت رايحه ايفنت، او لو انت رايحه ميتنج. ممكن تتلبس في مناسبه، ممكن تتلبس في سهره، ممكن تتلبس في اي مكان بجد. يعني تبقى مناسبه ليه، يعني لكل مقام مقال، في كل مكان يبقى مناسب ليه الحاجه المعينه. المهم ان انا جبتها وبجد لبستها، اولا مش متعبه خالص خالص، ثانيا المقاس بتاعها كان مناسب قوي لان انا رجلي صغيره من قدام. هوريكم دلوقتي شكلها. انا اخترت اللون السيلفر. اهي بصوا يا جماعه، بصوا بجد الشياكه. هي فيها الاستراس دي اهي، وهي من ورا كده، الكعب بتاعها اهو كده عشان انا مش عارفه الفها تاني. الكعب بتاعها صغير جدا، وكمان من تحت يعني هو بيبقى برفيع ونازل كده عريض، فالكعب العريض ده تعرفي تمشي فيه. بصوا عجبتني قوي، وكمان بيبقوا حاطين بتاعها كده جوه علشان خاطر تفردها. هي شفافه، تاخد 1000 من 10 بجد. خدت قلبي بجد، عجبتني جدا جدا جدا. الاكسسوارز والميك اب والحاجات بقى الجميله دي كلها عايزه اوريها لكم بجد، بس عايزه اقلب الكاميرا عشان تشوفوها افضل. مش عارفه اقلبها ولا لا، بس هقلب الكاميرا يلا نشوف الاكسسوارز والحاجات اللي انا جبتها والميك اب. تعالوا اوريها لكم. اول حاجه جبت الروج دوت كان من اللي هو في قلم محدد، وفي الليب جلوس، وناحيه روج وناحيه ليب جلوس. اللون بتاعه تحفه يا بنات، تحفه. والدرجه بتاعته تحفه. بصوا انا بتعامل بايد واحده فسوري يعني. اهو بصوا دوت، ودي الدرجه بتاعته هسيبها لكم هنا على الشاشه. اوكي. جبت كمان المحفظه دي جميله قوي. ماشي بصوا المحافظ بتاعتهم حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم ان انا بعاني بجد عشان الحاجات دي ارجعها مكانها تاني، فبليز روحوا اشتركوا في القناه عشان انا بتعب قوي. بصوا هي جايه بالشكل دوت، شكلها تحفه بجد قوي وكبيره من جوه. بصوا اهي انا مخليها للعيد على فكره. بس ومن جوه بقى وفي هنا بقى سوسته فيها. اوكي، هي بتنضف الفرش الميك اب. ماشي، دي تحفه قوي اهي، بتنضف الفرش بتاعه الميك اب، حلو قوي. جبت الخمسه دول السبونشات بتوع الباودر، كنت نفسي اجيبهم قوي، حلوين. اعتقد كانوا ب50 جنيه او ب30 جنيه حاجه زي كده. حلوين قوي للباودر تحت العين، وبتثبت الباودر او بتدخلها جوه البشره. وهنا جبت سلسله كنت لابساها، هسيب لكم صورتي بيها هنا، كنت لابساها وانا بصور الفيديو بس ما وريتهالكوش. وديت السبونشات ديت تحفه قوي. انا جبتها مره وخلصوا كلهم، وجبتها تاني مره. السبونشات دي بالذات طريه وحلوه قوي قوي يا بنات، بجد هاتوها حلوه قوي، جميله، وفيها صغيره للعين وفيها احجام كتيره، حلوه قوي، بيرفكت بجد. عايزه اوريكم كمان دوت كان تاتو كده عجبني، جبته بس لسه ما جربتوش طبعا، مخليه للعيد برضو. والحلق ده برضو مخليه للعيد، ده جبته برضو بس لسه ما لبستوش. والسلسله فين؟ هي السلسله مش هنا، بس انا مش عارفه هي فين. اوكي اهي، هو دي بقى كان فيها ايه. عايزه اوريكم الكونتور اللي انا جبته. جبت الكونتور، هسيب لكم صورته هنا. الكونتور اللي هو بتاع شي جلام، اللي هو درجته جولدن سان تقريبا او حاجه زي كده. والسلسله دي جبتها، هسيب لكم صورتها هنا، حلوه قوي بجد، رقيقه جدا جدا. جايباها اصلا البسها على البيجامات في الصيف يعني، مش خروجه بس، لانها صغننه قوي. والتنت ده اللي هو الليكويد، لا اللي هو الكريمي اللي الكل بيتكلم عنه، انا لسه ما استخدمتوش. جبت الدرجه اللي هي افترنون بيج. عملت لكم فيديو على التيك توك وسبته لكم على التيك توك. بصوا انا مش عارفه بتفتح ازاي الصراحه. هو انا بستخدم ايد واحده اهو. هو كده الدرجه بتاعته اهو، تحفه قوي قوي. عايزه اوريها لكم. هو انا جبتها لون اصلا تاني غير ده، بس هما جابولي اللون ده. اخر حاجه جبتها اللي هي دي بتاعه اللينسز بتاعه العدسات.
معاها كمان كذا واحدة يتحط فيها لينسز، ومعاها كمان واحدة يتحط فيها محلول لينسز. دي بقى لو انتي مسافرة او تبقى معاكي لو انتي عايزة تاخدي كذا لينسز في بعض. دي علبة اصلا بيتحط فيها لينسز كتير وتبقى معاكي. بس وبكده نكون وريتكم كل الحاجات اللي انا جبتها. يا رب يكون عجبكم الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا. هسيب لكم اللينك بتاع البيج في الديسكريبشن بوكس، وهسيب لكم لينك كل الحاجات ديت اللي انا جبتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله، وتروحوا تعملوا فولو على الانستجرام. الفيديو الجاي على خير، باي باي.